عاوزة ايه؟ مفيش حاجة يا خالتي، لكن امي بتسلم عليكي وبتقولك مش هنتقل عليك النهاردة، هي بس عايزة نص ليمونة وشوية ملح وحبة كزبرة وحبة ملوخية ناشفة وشوية كمون وبالمرة كمان. اهدى كله اهدى كله، بسم الله ما شاء الله. وقدرت امك تحفظك الموال ده ازاي؟ لا، ما هو انا ماما بتمليني واقوم انا اكتب اللي عايزاه من كل الشقة. يعني مثلا هناخد من خالتي ام سعدية شوية سكر وباكو شاي وشوية رز وعليهم الشعرية وبصلتين وفصين توم وشوية خل وبس. يا اختي النبي حرصك يا شربات، لو كنت بتحفظي دروسك بالشكل ده كنت طلعتي الاولى في المدرسة. لا، ما انا شاطرة برضو في المدرسة. وطبعا قلت لام سعدية امي بتسلم عليكي وبتقولك وترصي الكلام وانت كده واقفة مؤدبة. اه طبعا، ما هو الادب فضلوه عن العلم. طب يا اختي مادام انت فالحه كده ما تقولي لامك ولابوكي بدل ما تطلبوا الطلبات دي كلها من الجيران، روحي انزلي اشتري من السوق على طول. لا، ما هو بابا بيقول النبي وصى على 7 جار والجار للجار. طب يا اختي ما اذا كان ابوكي عارف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى على 7 جار، طب ما يرحم الجار الاولاني والتاني والتالت من الطلبات اللي نازلة ترف علينا كل يوم. بابا بيقول انه بيطلب منكم مخصوص علشان ربنا يديكوا ثواب ويدخلكوا الجنة. طب قولي لابوكي ولامك النبي وصى على 7 جار، واحنا النهاردة باذن الله هنيجي نزوركم ونطمن عليه. طب مش هتديني الطلبات اللي طلبتها؟ بكرة ان شاء الله. مع السلامة والقلب دعيلك. يا ساتر، جيران اخر زمن. اما صحيح جيرانهم جيران ما يعرفوش قيمة الجار، دول يحمدوا ربنا اللي انا ساكن في البيت ده معاهم، انا مقامي اكبر من كده. ايه يا اخويا كفايه هم بقى وفوق لنفسك. مين؟ البت يا كبدي وشها بقى اسود من كتر الكسوف. هي مش الجيران لبعضيها ولا ايه يا ام شربات؟ خلاص انتهت المسألة، مفيش ملوة، مفيش شهامة، مفيش جدعنة. يا خسارة يا ولاد، يا خسارة والف خسارة. ده كان على ايام جدي الله يرحمه الحاج خليل الطواحيني، يوه يبشبش الطوبة اللي تحت دماغه. والعمر ليكي، عمرنا يا مشربات ما كان عنده في البيت ابدا، عمرنا. اول ما نهل عليه ياخدنا على طول على ايها بيت في البلد ونقعد فيه ضيوف معززين مكرمين اكلين شاربين نايمين يا عيني. ولا ابويا الله يرحمه يبشبش الطوبة. الله يرحمه ويحسن اليه. كفايه بقى كفايه، حرام عليك. بقول لك ايه يا اخويا، احنا بقى في النهارده دلوقتي يعني هناكل ايه انا وانت وشربات وولادك الثلاثه اللي جوه اللي ياكلوا الزلط؟ بقول لك ايه يا مشربات؟ قول يا اخويا. بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي ما كان اللي ياكلوا الزلط. بقول لك ايه يا مشربات؟ قول يا اخويا. بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي ما كان بيعمل جدي الله يرحمه وابويا الله يرحمه، نروح كده برابطة المعلم عند اختك عدلات، وهو النهارده الخميس، وطبعا انا متاكد ان عندهم ظفر. بقول لك ايه انا، نعم. اعمل معروف يا اخويا وسيب اختي في حالها. هو انت بتفوت اسبوع الا وتكون عندها؟ اهو برضه نطل عليها واجب يا ام شربات، صلة الرحم، الدين بيقول كده ولا ايه؟ طب اذا كان على كده بقى يا اخويا وانت تعرف الدين كويس، ما تبعت حد من ولادك ويجيب اختي بعيالها هنا. بس ايه؟ اعوذ بالله. احنا لما نروح يعني نروح يا ساذجه اللي مش فاهمه حاجه، احنا لما نروح احنا اللي هنكسب ثواب، مش هم يجوا عندنا. الدين بيقول كده يا بني. ايوه يا حبيبي، ايوه يا اخويا، فسر الدين على مزاجك انت وهواك. طيب فضيها سيره بقى، فضيها سيره، قومي كده بحداتك شوف لنا حاجه ناكلها احسن عصافير بطني بتصوصو. ومن سمعك يا سي خليل، عصافير بطني وبطن شربات بتصوصو وغربان بطن ولادك اللي ياكلوا الزلط ثلاثي اضواء الطبليه دول. استغفر الله العظيم يا رب، الامر لله. بقول لك ايه، هقوم افتح الدولاب اطلع بيضه وشويه دقيق وتعمل لنا عجه معتبره، بس يكون في علمك مفيش لا سمن ولا زيت، انا بقول لك اهو عجه قرديح. يا اختي اسم الله عليك، ومين بقى اسم الله عليك اللي هتقضيه البيضه اللي هتطلعها دي؟ انا ولا انت ولا شربات ولا اخواتها؟ يا ست لقمه هنيه تكفي 100، امال ايه؟ وهو زودي دقيقه حبه والامر لله. يلا خساره وخلاص. وهطلع لك كمان عشان خاطرك من الدولاب نص معلقه سمنه. يلا عنا ما حد معقول؟ يا نهار ابيض يا ولاد، الحقوني، ابوكوا فك عن حزامه. ايه يا ماما؟ كتير هناكل فيه؟ فرح ايه يا حبيبي؟ ده احسن من الفرح. هعمل لكم عجه بايه؟ ببيضه بحالها وبالسمن كمان.
بنص معلقه سمن بس، فهماني؟ قال لي وبالسمن كمان. اوي ياي ميغه فته هيصه، كفاياكوا اسراف بقى يا عالم، يا ساتر ده غيرنا مش ايوه لاقي. عارفين يا بابا، غيرنا مش لاقي ياكل، الاسطوانه اياها حفظناها يا بابا. المهم ليمونه بقى على الاكل. نهايته. يلا يا اخويا مع السلامه، روح مع اخواتك. وبقول لك ايه، بلاش الحركه كتير، احسن الحركه بتجوع يا ولا. روح اتخمد، روح نام انت واخواتك، روح. النوم راحه وصحه. راحة وصحة، قلبك قوي على العيال يا حسرة. قومي شمري كمامك واعدلي هندامك واستعدي بقى للطبيخ. يا سيدنا الافندي اتقي الله، انت عاوز تشتري ولا تناكب فينا بس؟ هشتري يا سيدي هشتري، احنا قلنا حاجه؟ امال انا واقف قدامك ليه؟ عشان اشهد في جمالك؟ سبحان الله في طبعك يا اخي. ما انت واقف بقالك ساعه تقول لي بكام التين دوقني، بكام العنب دوقني، بكام الخوخ دوقني، بكام المانجا دوقني. ايه بفهمني ايه حكايتك؟ جرالك ايه يا راجل؟ الله، امال يا راجل عاوزني اخد منك حاجه وحشه؟ كمان عارفكم، ايوه عارفكم، الحاجه قدام الزبون تبقى زي الفل، لما يروح البيت يلاقيها وحشه. يا سيدي الله الغني عن البيعه بتاعتك دي، انا مش عايز ابيع لك، انت شريكي. قلت ايه بقى؟ قلت لا اله الا الله يا اخي، ناس بترفض النعمه نهايته. بقول لك ايه، زعمين يا سيدي. الله يا سيدي حلمك عليا شويه، خلاص يا سيدي انا هنفعك. قولي بقى ولا مؤاخذه بكام الكيلو من البطيخ الكبير ده؟ نعم يا اخويا. البطيخ ده عايزني اقول لك يعني ب20 قرش الكيلو تقول لي دوقني؟ طبعا. مش كده برضه؟ طبعا اقول لك دواني. امال يا راجل انت اخد حاجه ولا دوهاش؟ حد يقول كده يا عالم؟ ده يبقى مصر، ده يبقى احتيال. اما والله العظيم الناس دي يا اخويا مش عارف، الناس ضلت، الناس بقت خلاص، اعوذ بالله من غضب الله. في ايه يا فندم كفالة الشر؟ قال انت قلت لي في ايه؟ الراجل ده اللي ما عندوش مفهوميه بتاع البطيخ ده قال ايه؟ عاوز يديني البطيخه من غير ما ادوقها يا حلولي، عايز يديها لي كده عمياني سكيتي، انا ما ادوقهاش. قال ليه؟ شايفني فيا ولا فيا؟ والله قعدت تقول له انه غلطان، فاهم؟ ايوه غلطان و60 غلطان الراجل البياع ده. يا سلام يا عيني عليك، يسبوقك يا اخي، يسبوقك كله كمان غلطان. غلطان عشان يبيع لواحد زيك. مين؟ طماع عينه فارغه. الله ما كان كلامك حلو من الصبح، جرالك ايه؟ بقى يا راجل عاوز تدوق البطيخه قبل ما تشتريها؟ طب ازاي؟ يعني اقطعها لك وحضرتك تدوق وان ما عجبتش ترميها له وتمشي؟ امال يعني ارمي فلوسي في حاجه بايظه يا بني ادم؟ والله يا حضرة الافندي الراجل ده كان من كل اصناف الفاكهه اللي عندي في الدكان، قال ايه دوقني قبل ما اشتري. وسايبه من الصبح وما تديلوش قلمين ليه؟ هي حصلت. سيبوني انا. خد انت. سلامتك يا اخويا. الحمد لله اللي جت سليمة يا سي خليل. سليمة يا ام شربات، دول ضحضحوني يلا في حالهم. انما الحمد لله جت سليمه برضو. رجلي انكسرت بس وبقي اتعوج شويه. اسم الله. وايدي الشمال فيها جرح قطعي من سكينه البياع. الله اكبر. البياع بتاع البطيخ. الله اكبر. سلامتك يا اخويا، بعد الشر عليك، الف بعد الشر. بقول لك ايه يا ام شربات، عيني. العيال عاملين ايه؟ حلوين يا اخويا وبيسلموا عليك، اطمن انت. الله يسلمك، انا اقصد ده ايه؟ عاملين ايه في الاكل؟ لا يا اخويا مفيش، اهو كله من خيرك يا حبيبي. العيال بسم الله ما شاء الله كل يوم في شقه من شقق الجيران، ودايرين يقولوا بابا في المستشفى بابا في المستشفى. يوم الجيران طبعا يعطفوا عليهم، وهو بياكلوا الحمد لله اللي فيه الاسم، ربنا يخليهم. يا عيني يا عيني. اهو كده طمنتيني. عيال طالعين لابوهم بصحيح، ثلاثي اضواء الطبليه دول. زي ما بتقول لهم يا ايوه يا اخويا. اسم الله عليك. بقول لك ايه؟ نعم. يلا بقى يا سي خليل شد حيلك كده يا اخويا عشان تخف وتقوم بالسلامه وترجع بيتك باذن الله. طب بقول لك ايه، فوتك بعافيه يا اخويا، مش عاوز حاجه؟ عايز سلامتك.